طبعا كل جماهير الاهلي قاعده بتتكلم بقالها 3 ايام عن صفقه امام عاشور. فين صفقه امام عاشور؟ ليه ما عملوش حتى مبدأ او مبادئ ان هو خلاص مضى للنادي الاهلي؟ لان لحد دلوقتي النادي الاهلي لسه ما اعلنش رسميا ان في بوادر حتى لامام عاشور، غير الكلام اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا بس. ويجي يوم الاربعاء اللي فات كابتن احمد شوبير في قناه اون تايم سبورت يقول لك ان النادي الاهلي هيعلن عن صفقه امام عاشور بعد مباراه الزمالك اللي هي كانت يوم الخميس اللي فات، تمام. وبعد كده يروح جاي بعد مباراة الزمالك يقول لك ان شاء الله يا يوم السبت يا يوم الاحد القادم هيتم ان هيتم ان هم يقولوا مثلا عن صفقة امام عاشور. وبالتالي عدى يوم الاثنين والنهارده الثلاث ولسه صفقة امام عاشور لسه ما حصلتش، وبالاخص كان امبارح لان الناس كتيرة قعدت تتكلم لان المفروض الصفقة كان تتم او الجماهير كلها تعرف يوم الاحد اللي فات. فطبعا يوم الاحد يجي اول امبارح مفيش اي حاجه من ناحيه امام عاشور، يقوم يجي يعني الجماهير تدي الامل ليوم الاثنين، لان النادي الاهلي دايما معودنا ان احنا دايما ممكن نتكلم في حاجه وهو يطلع بحاجه تانية، تمام. يعدي يوم الاثنين، لا مفيش اي حاجه حصلت خالص من ناحيه امام عاشور، ولا في اي بوادر ان هي من ناحيه النادي الاهلي ان هو يقول لنا ان فعلا صفقه امام عاشور حصلت. ويجي في تصريح لكابتن احمد حسن اللي هو العميد، يطلع يقول لك ان اداره النادي الاهلي، طبعا في تصريح على الفيسبوك، اداره النادي الاهلي ان هي مش هتتنازل عن صفقه امام عاشور. ده الكلام ده كان امبارح اللي هو يوم الاثنين امبارح. بس انا عن نفسي دايما بقتنع بكل كلمه بيقولها كابتن احمد حسن اللي هو العميد احمد حسن على فيسبوك، لان انا بيبقى كلامه موثوق فيه. انا عن نفسي انا بعتبر ان هو الكلام بتاعه بيبقى موثوق فيه وبيجيب الاخبار اللي هي مظبوطه. ده نهايه الموضوع. اشوف اللي حصل ده كله كوم من السوشيال ميديا، واداره النادي الاهلي امبارح بالليل خلت امير توفيق يروح يجيب امام عاشور من بيته عشان خاطر يصوروا البرومو اللي هو هيتذاع النهارده، اللي هو النهارده التلات، النهارده بالليل، عشان خاطر المشاهد يشوف البرومو بتاع امام عاشور النهارده. امير توفيق يروح يجيب امام عاشور امبارح عشان خاطر يعمل البرومو، عشان خاطر الناس كلها تهدى، لان احنا تقريبا يعني معلش في الكلمه حفلنا على الزملكاويه بزياده، مع العلم ان هم اصلا مش ليهم في الموضوع، لان الموضوع اصلا من ناحيه ميدلاند الدنماركي اللي هم المفروض النادي اللي اتباع ليه امام عاشور من نادي الزمالك، تمام. ويطلع علينا الكائن ده يطلع يقول الكلمتين دول. اهو الكائن ده دايما بيمشي مع عكس الترند، يعني يشوف الترند ماشي فين وهو انا لازم اعمل جدل في الكلام وخلاص. طب انت بتبارك على ايه؟ دي حاجه خلاص ما بين الجماهير واداره النادي الاهلي واللاعب نفسه. انت مدخل نفسك ليه؟ هل احنا خدناه من ورا نادي الزمالك؟ دي حاجه بتاعتنا احنا خدناه من نادي ميتلاند الدنماركي، يعني خلاص اللاعب ما بقاش في حوزه نادي الزمالك اصلا. انت خليك انت وخلي النادي بتاعك في الغرامه بتاعت شيكابالا اللي انتوا مش عارفين تدفعوها، وفي نفس الوقت خايفين تدفعوها عشان خاطر موضوع الصفقات ده. انتوا مش عارفين تدفعوا الراتب بتاع المدير الفني اللي هو اوزوريو اللي عندكم. وارجع اقول لك خليهم هم في اللي هم بيتكلموا فيه، وخليهم هم في موضوع غرامه شيكابالا اللي مش عارفين يدفعوها، ومش عارفين يدفعوا الراتب بتاع المدير الفني للنادي الزمالك اللي هو اوسوريو. خلينا احنا في ايه؟ خلينا احنا في الفريق المرعب اللي النادي الاهلي بيعمله علشان خاطر الدوري المصري والسوبر ليج، وتقريبا هيبقى في دوري ابطال افريقيا، وفي كاس عالم انديه اللي هو في شهر 12 الجاي. ده يا راجل ده الكاف علشان خاطر الصداع اللي النادي الاهلي بيشوفه بسبب موضوع المباريات اللي بتتاجل في الدوري المصري، بعت خطاب مخصوص للاتحاد المصري عشان خاطر يقول له ان ساعه من يوم 20 10 لحد 11 مفيش مباريات محليه تبقى للنادي الاهلي طول ما هو هيلعب في السوبر ليج، عشان خاطر الصداع. شوف انت بقى النادي الاهلي بيفكر في ايه وهما بيفكروا في ايه. يعني انت متخيل ان النادي الاهلي بيفكر ان هو يعمل فريق مرعب عشان خاطر كاس عالم انديه، لان هو عايز ينافس على كاس عالم انديه قدام مانشستر سيتي، وهم بيفكروا ازاي يعطلوك. فعلا فعلا يعني الناجح دايما في 1000 واحد بيحاول ان هو يعطله، مش هم يفكروا في النجاح، لا بيفكروا ان هم يعطلوك ازاي. ده يا راجل الاعلام الزملكاوي وصل للجمهور ان امام عاشور بيعمل ريمونتادا وان هو هيروح النادي الزمالك بعد الليله دي كلها. انت متخيل التفكير وصل لهم لحد فين؟
انت متخيل ان بعد الضجه اللي حصلت دي كلها الاعلام لسه بيوصل للجمهور ان ممكن امام عاشور يعمل ريمونتادا ويروح نادي الزمالك تاني؟ طب هو ساب نادي الزمالك ليه؟ بجد والله. هو يعني امام عاشور ساب نادي الزمالك ليه؟ هل ساب الزمالك عشان خاطر يروح نادي ميتلاند الدنماركي وبعد كده يسيب ميتلاند الدنماركي عشان يرجع تاني الزمالك؟ يعني يقعد 6 شهور؟ ده يا راجل، ده انت لو رايح رحله هتقعد فيها اطول من كده. عموما هرجع واقول لك نفس الكلام، خليهم هم يفكروا بالتفكير بتاعهم، خليهم هم في موضوع بحة اللي هم مطلعينها جديد، وخلينا احنا بنبص في البطولات الجايه، سواء كان دوري مصري، سواء كان السوبر ليج اللي هو السوبر الافريقي، سواء كان دوري ابطال افريقيا لو النادي الاهلي هيشارك فيه، سواء كان كاس عالم انديه اللي هيتلعب شهر 12 الجاي، سواء كان، يعني انا مش عارف اقول لك بطولات تانية لحد فين. بجد والله مش عارف ان انا اقول لك البطولات اللي جايه هتبقى قد ايه، من كتر البطولات النادي الاهلي اللي بيلعبها تقريبا انت قاعد بتتفرج، ده انت فرحان بالبطوله العربيه اللي هو انك انت هتقابل كريستيانو رونالدو. مع احترامي الكبير طبعا لكابتن كريستيانو رونالدو، اسطوره كره القدم، تمام، بس نادي الزمالك عندنا بالنسبه له ان هو عشان خاطر ان هو يقابل كريستيانو رونالدو، فدي بطوله، دي بطوله كبيره بالنسبه له. انما النادي الاهلي لما يلاعب بايرن ميونخ ده عادي. لما النادي الاهلي يروح يلاعب مثلا آه، ريال مدريد ده بالنسبه له عادي. انما هو يقابل كريستيانو رونالدو فده بالنسبه له بطوله. برضه هرجع واقول مع احترامي الكبير لاسطوره كره القدم كريستيانو رونالدو. بس هل البطوله العربيه دي معترف بيها من قبل الاتحاد الدولي؟ طبعا اي واحد بيفهم هيقول لا، هي كل الحكايه ان البطوله اساسها فلوس، اساسها فلوس ودعايه واعلانات والكلام ده كله، انما معترف بيها من الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا يعني. فهرجع واقول لك الف مبروك عليهم البطوله العربيه، واحنا الف مبروك علينا امام عاشور والبطولات القاريه والبطولات العالميه اللي احنا داخلين فيها، اللي هم تقريبا لو كانوا ده يا راجل عشان خاطر لعبوا الهلال السعودي في الملعب اللي كان بيتلعب فيه نهائي كاس عالم، تقريبا كانوا مصدعيننا وحياة ربنا. اللي هو المفروض الهلال السعودي كان عايز يلاعب الاهلي اصلا عشان خاطر ال4-0 اللي كانوها في كاس عالم انديه، بس هم حطوا مناخيرهم وعشان خاطر هم ابطال الدوري المصري، وان هو ازاي ما ينفعش وان احنا هنقدم شكوى فاهمين انتوا؟ فاكرين انتوا الكلام اللي كان بيحصل؟ فالف مبروك عليهم بالبطوله العربيه، واحنا الف مبروك علينا امام عاشور والبطولات العالميه اللي احنا داخلين فيها، اللي هي البطولات اللي معترف بيها من الاتحاد الدولي اللي هي فيفا. وهرجع واقول لك ان الاعلان بتاع امام عاشور هيتعرض النهارده بالليل، ده من مصادر موثوق فيها او مصادر موثوق منها بالمعنى الاصح. فدلوقتي طبعا وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.